اهلا وسهلا بيكم تاني. النهارده هنتكلم عن موضوع شاغل ناس كتير وبشكل كبير، الفسيخ والرنجه في الحمل. هل هو اكل امن ليكي وللبيبي ولا في خطر؟ اولا الاجابه المباشره لا ينصح بيه تماما. الفسيخ والرنجه نوع من انواع الاسماك المملحه والمخلله، بيتعاملوا بطريقه ممكن تكون مش امنه خلال الحمل. ليه مش امنه؟ اول حاجه خطر البكتيريا والطفيليات. الاسماك المملحه ممكن تكون متعرضه لتلوث ببكتيريا زي الليستيريا اللي ممكن تسبب اجهاض او ولاده مبكره. عمليه التمليح والتخليل مش بتقتل كل البكتيريا، خاصه لو التصنيع كان في ظروف مش نظيفه. نسبه الملح العاليه جدا. الفسيخ والرنجه بتحتوي على كميه ملح اعلى بكتير من المسموح خلال الحمل. كميه الملح الكبيره دي ممكن تسبب ارتفاع في ضغط الدم، تورم في الرجلين والايدين، زياده خطر تسمم الحمل، احتباس السوائل في الجسم، احتماليه التسمم الغذائي. حتى لو كان الفسيخ جاهز ومن محل موثوق فيه فما زال في خطر التلوث. التسمم الغذائي اثناء الحمل بيضاعف جسمك وممكن يوصل للجنين. ازاي اقاوم نفسي؟ لو نفسك في طعم السمك استبدليه بسمك مشوي او مطبوخ كويس. اختاري انواع سمك امنه زي السلمون، زي البلطي، زي البوري، وبعدي عن الاسماك المملحه او المدخنه. لو بتحب الملوحه كل من الزيتون او الجبنه المالحه باعتدال. النصيحه الاهم، الفسيخ والرنجه مش مستاهلين المخاطره بصحتك وصحه البيبي. استني لحد ما تولدي وتستقبلي طفلك، وقتها كل اللي نفسك فيه من غير قلق. الحمله فتره قصيره وصحه البيبي اهم من اي حاجه تانية. خلاصه، ربنا اكرمنا باكل كتير ولذيذ وامن في الحمل. بلاش نخاطر باللي ممكن يضر. الاكل الصحي هو اللي هيخليكي والبيبي كويسين. ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وتشيروه لكل الستات الحوامل اللي ممكن تكون محتاجه المعلومه دي، واكتبوا لنا في الكومنتات رايكم.